اكتر العيوب اللي بتظهر في الشاشات وبالذات الشاشة الفلوتو ديت اللي قدام حضراتكم ديت الاضاءة ضعيفة خالص وتظهر بالشكل دوت. 3, 2, 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاشة اللي قدام حضراتكم دي زي ما انتوا شفتم حضراتكم الإضاءة بتاعتها كانت ضعيفة، فكناها لقينا فيها 3 شرايط ليد وفيها ليدات كتيرة محروقة. قلنا نحاول نعملها بأقل تكلفة. جبنا شرايط الليد القديمة اللي عندنا وابتدينا ان احنا نقص منها الليدات السليمة ونخرج موجب وسالب بسلكين او طرفين من السلك زي ما حضراتكم شايفين، ونشيل الليداية ونبتدي نوصل الليداية سلكين اللي احنا عملناها ونجرب. قعدنا طبعا نجرب ونشوف ونحل. المهم ان احنا كله دوت بنحاول نشغل شرايط الليد الموجودة داخل الشاشة نفسها، وممكن الموضوع دوت يتكرر في اي شاشة، ممكن تورنيدو، ممكن توشيبا، اي شاشة اي حاجة ليد تقدر ان انت تاخد من شرايط الليد القديمة ليداية بس تقصها زي ما هي، ما تحاولش ان انت تفك الليداية نفسها. وفي اكتر من طريقة تقدر ان انت تشغل بيها شرايط الليد. الطريقة اللي انتوا شفتوها قدام حضراتكم الليدات اللي احنا قصينها من الشريط وبنوصلها بنفس الطريقة اللي قدامكم ديت. طبعا احنا بنخلي الليداية جانب الشريط مش فوق الشريط. ليه بقى؟ لان احنا لو خلينا الحتة اللي احنا قصينها ديت فوق الشريط بتبقى عالية فبتعمل بعد إضاءة كبيرة. لا، احنا بنشيل الليداية القديمة بنفس الطريقة ديت ونوصل في القطعة اللي احنا قصيناها ونخليها جنب منها بحيث ان ما تبقاش عالية فوق الشريط القديم عشان ما تعملش بعد في الشاشة. وده المنظر اهو. تمام، ده بالنسبة للموضوع ده. دي طريقة من ضمن اكتر من طريقة. ووصلنا طبعا زي ما انتوا شايفين كان في اكتر من حوالي 8 ليدات قصيناهم وعملناهم. طيب في طريقة تانية. ايه هي الطريقة التانية؟ ان احنا ممكن نشيل الليداية المحروقة. لو انت القصة كلها في الشريط ليداية واحدة المحروقة ممكن تعمل لها قفلة، تعمل قفلة فيها وهيشتغل الشريط تمام زي الفل. تمام. لكن لو هتعمل الموضوع اللي احنا عاملينه دوت بأقل تكلفة من الشرايط القديمة اللي عندك، كل الموضوع ان انت هتعمله بالطريقة اللي انا عاملها قدام حضراتكم ديت وتعمل عازل عشان ما يعملش ماس ولا حاجة. تمام، وهيشتغل معاك زي الفل. طب بالنسبة للورقة البيضاء هنحل مشكلتها ازاي؟ بسيطة جدا. ان انت تقدر تعمل فتحة قصاد اللي هي القطعة اللي انت صنعتها بايدك. تمام، سهل جدا الموضوع، ما هو صعب يعني. ده المنظر اهوت بعد ما غيرنا اللي هما الليدات اللي كانت محروقة. طب يا عم كنت جبت طقم ليدات وريحت دماغك، مفيش مشكلة. بس لو الظروف حتمت ان انت تعمل الحاجة ديت هتعملها. الموضوع كله عبارة عن تسلية مش اكتر. وزي ما انتوا شايفين احنا عملنا اهو. لكن المشكلة كانت لما الشاشة بتطفيها تلاقيها منورة نور ضعيف. لما فكناها لقينا الشرايط فيها مشكلة. لما يكون في شريط عامل قفلة او في مشكلة لازم يتغير، تلاقيه يفضل اللمبة منورة حتى وانت طافي من الريموت. طيب ايه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية اللي قدام حضراتكم ان احنا نعمل قفلة في الليد زي ما وريت حضراتكم. لكن انا فضلت ان انا اركب ليدات عشان خاطر حتى ان انا اساوي ما بين الفولتات واساوي ما بين الامبير. تمام، بنفس الطريقة اللي قدام حضراتكم ديت. طبعا الشرايط ديت بتتاخد نظام توالي، يعني بدي بتدي دي بتدي دي. وده منظر طبعا الورقة البيضاء اهيت قدام حضراتكم اللي هي الليدات الأساسية بتاعت الشرايط الأساسية بتاعت الشاشة هتظهر في مكانها زي الفل. لكن الليدات اللي انت صنعتها او القطعة اللي انت صنعتها هتضطر ان انت تعمل لها فتحات بنفس الطريقة اللي قدام حضراتكم ديت. تمام، وادي زي ما انتوا شايفين الموضوع اهوت. ادي اللمبتين اللي كانوا بينوروا انا بقول لحضراتكم عليها. تمام، ده يفضلوا منورين بسبب ان الشريط لازم يتغير. لازم ان انت تغير الشريط القديم. هو الافضل طبعا في حالات الضرورة فقط، والصح ان انت تغير طقم ليدات كامل. وادي الشاشة هي طبعا الشغل اللي احنا عملناه
خلاص اسم الطقم اشتغل وزي الفل، والاضاءة تمام وزي الفل. ابتدينا ان احنا نقفل بقى وخلاص بقى، يعني ده شيء مؤقت لغاية ما ربنا يكرم وتقدر تجيب طقم ليدات محترم وتركبه. طب ده هيضر في الشاشة ولا الكلام ده؟ لا، ولا هيضر ولا اي حاجة خالص، هيشتغل منين ما يخلص الوقت بتاعه. يعني الليدات اتحرقت كلام من ده زيها زي اي وقت الليدات بتتحرق فيه، تمام. هيتشال الليدات القديمة ديت او شرايط الليد القديمة، ويركب مكانها شرايط ليد جديدة بس، وخلاص بيتعمل الحاجات ديت. وتتنفض الشاشة بالهواء بالبلاور تنفيضة كويسة، تمام. وبعد كده بتتقفل الشاشة، تمام. وبعد كده بتضطر ان انت بقى ايه، تجرب وتشوف الدنيا ايه. اهم حاجة ان انت تقفل كل حاجة في مكانها وتجرب بقى، وان شاء الله كله خير. طبعا احنا هنا هنبقى وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله. ما تنسوش طبعا حضراتكم تدعمونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. ما تنسوش تصلوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واكتبوا لنا في التعليقات. الموضوع دوت موضوع يعني مش صح اساسا اللي احنا عملناه، لكن في حالات الضرورية فقط، والصح ان انت تغير طقم. وادي الشاشة اشتغلت قدام حضراتكم اهيت، تمام، ومفيش اي مشكلة خالص، وبسم الله ما شاء الله حاجة كويسة جدا، ولا فيها بقع في الشاشة ولا كلام من ده، مع ان احنا لاغيين اكتر من ليد، تمام. والدنيا شغالة وزي الفل. طبعا الاضاءة اللي قدام حضراتكم ديت من التصوير بتاع التليفون نفسه. متنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Surprise! Goodbye. Goodbye.